صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل اسهل والذ عاشوره ممكن تعملوها ازاي تطلع كريمي زي ما انتم شايفين كده وطعمها خطير. النهارده هنقول مكوناتها بطريقه سهله وبسيطه وزي ما انتم شايفين كده طالعه في منتهى الجمال. النهارده زي ما انتم شايفين كده عملتها وزينتها من فوق بالسبرينكلز، وممكن بالفول السوداني، ممكن بالكاجو. اعملي الطريقة اللي تعجبك. ممكن بمهلبية الشوكولاتة، ممكن تزوقيها بالشوكولاتة بس كده بشر شوكولاتة. اعملي اللي يعجبك او المتوفر عليكي. زي ما انتم شايفين كده انا عملته السبرينكلز ده كان زي ما انتم شايفين كده زي شوكليت كده، الوان محطوط من فوق. لما بتاكليه لسه انا عاملاه دلوقتي بيبقى مقرمش كده، لكن لو استنيتي عليه شويه زي ما انتم شايفين كده بيسيح الالوان بتاعته وبتبقى طعمها خطير ومسكر. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه بدون نقع بقى وبالليل للصبح والكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده كله. انا غسلتها وممكن نص ساعه ساعه عايزه تنقعها ما تنقعهاش خلاص مفيش مشاكل. هنحطها في الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا احط على نص كيلو حوالي معلقتين 3 من الرز زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا اعين اي ريم من فوق الوش، وهبتدي ان انا اول ما تغلي هوطي عليها. وبعد كده لما زي ما انتم شايفين كده الميه تبتدي تقل هبتدي ان انا اطفي عليها حوالي ساعه كده، وابتدي بقى اشغلها تاني. خدت نص الكميه دي عشان اعمل بيها بليله، والنص التاني هعمل بيه العاشوره. يعني قدامنا حوالي ربع كيلو. على الربع كيلو انا حطيت كيلو لبن، وخدت من الكيلو لبن زي ما انتم شايفين شويه صغيرين كده، وهبتدي ان انا ادوب معاهم 3 معالق من النشا زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا احط السكر بقى ده على حسب الرغبه. انا يا جماعه بحب السكر يعني ايه يكون دلع شويه، يعني ما بحبوش المسكر قوي. طب خدنا نص كميه العاشوره دي ضربتها في الخلاط ضربه كده ايه مجروشه، يعني مش ناعمه قوي. وابتديت ان انا ارجعها تاني في قلب الحله. يعني خدت نص الكميه ضربتها في الخلاط ضربة او على فكرة ممكن بالهاند بلندر ضربة كده بسيطة، ورجعتها تاني وحطيت ظرفين من الفانيليا. لو عندك روح جوز الهند خلاص مفيش مشاكل، عايزة تحطي معلقة جوز الهند مفيش مشاكل. هنا حطيت معلقة كبيرة قشطة. طب يا جماعة ايه اللي بيخليها كريمي؟ القشطه دي انا جايبها من وش اللبن. اللي بيخليها كريمي لو انت عندك قطعه من القشطه مفيش مشاكل. طب لو انا عندي لبن بودره باودر، لا خلاص حطي معلقتين من اللبن البودر، حطي معلقتين من الكريم شانتيه. يا جماعه اللي متوفر عندك حطيه. طب افرض انا النشا بتاعي اللي عندي مثلا انا خدت 3 علشان يبقى القوام زي ما انتم شايفين كده. انت ممكن ياخد 4، ممكن النشا عندي يبقى اتقل من اللي عندك. زي ما انتم شايفين كده خلي فيه سنس كده، سنس انت واخده بالك وعينك على الحاجه. انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده، مش عايزاه جامد قوي ومش عايزاه مجبن معايا. انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده السمك ده بالظبط، لان كده كده هو بيجمد بعد شويه. زي ما انتم شايفين كده السكر طبعا على حسب الرغبه زي ما قلت لكم. خدت كيلو لبن. طب انت حسيتي ان هو عايز سوائل تاني خلاص ممكن نزود شوية مية مفيش مشاكل. عندك لبن خلاص حطي لبن، لا انت ما عندكيش الا الكيلو خلاص مفيش مشاكل خليه الكيلو. طيب انا عندي اقل من الكيلو خلاص مفيش مشاكل برضو هنزود شوية مية. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة هو اللبن بس بيديله طعم غني. فانت لو عندك امكانيات في البيت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها خلاص ضيفوها. ما عندكيش، انا ما حطيتش غير قطعه من القشطه اللي انتوا شايفينها دي، وطالع في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده طالع خطير. وعلى فكره قيمته الغذائيه عاليه جدا. العاشوره او البليله في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا بعد ما حطيت النشا ودوبتهم هبتدي ان انا اوطي عليها، واول ما يغلوا زي ما انتوا شايفين كده القوام اللي انتوا شايفينه كده هبتدي ان انا اغرفها في قلب الاطباق. عايزين تحطوا بقى عليها شوكليت، عايزين تحطوا عليها فواكه، عايزين تحطوا عليها جوز الهند، يعني انت اللي متوفر عندك ممكن تزيني بيه الاطباق. بصراحه كان طعمها في منتهى الجمال، ومفيش احسن يا جماعه بصراحه من الفول السوداني العادي بتاعنا. طبعا اللي عنده كاجو، اللي عنده فستق، اللي عنده جوز الهند، الزبيب، حطي اللي متوفر عندك او اللي يعجبك ان شاء الله يعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، متنسوش تعملوا لايك وشير.